الويل دي هي بتعبر عن حاجة اسمها سيكولوجية الألوان. يعني إيه؟ يعني كل لون بيديني إحساس وبيديني طاقة وبيديني مسج معينة، حتى لو أنا مش قاصد المسج دي. فاللون الأحمر دايما هيديني الطاقة والشغف والحماس والحب والكذا، هيديني مشاعر فياضة كلها حاجات كده قوية. اليلو الاصفر هيديني احساس السعاده، يلا بقى في انشراح وابتهاج وحاجات من كده. البلو الازرق دايما نلاقيه في المستشفيات. ليه؟ هيديك تراست، ثقه، هيديك كالم، هدوء، هيديك خلاص بقى انا راجل واثق في نفسي، انا راجل عندي هدوء والدنيا عندي سكينه وكذا. فهتلاقوه قوي في المستشفيات، وتلاقوه برضو دايما في الحاجات اللي ليها علاقه التكنولوجي. الاخضر هيديني انطباع بالجروث، بالنمو، بالهدوء، بالاستابيليتي، الثبات، الطبيعه. دايما هنا مثلا الاخضر نلاقيه في الحاجات بتاعت الصحه النفسيه، يستخدموا درجات الاخضر حلوه قوي. البربل اللي هو الموف، الموف ده بيستخدموه عشان ابين ان انا قد ايه راجل غني، قد ايه راجل كرييتيف، قد ايه راجل عندي افكار مختلفه. الاورنج اكتر بيروح ناحيه الكرياتيفيتي، فتلاقوا شركات الماركتنج رايحه دايما ما بين البيربل او الاورنج. عموما كل لون بيديني انطباعات، بيديني احساس، بيديني حاجه بتلمس جوايا من غير ما ابقى حاسس بيها. طب احنا كماركتيرز نستخدم الكلام ده ازاي؟ نبدا نستخدمه ونطبقه من اول اللوجو لحد كل حاجه في الديزاين بتاعنا. فمثلا هتلاقوا ابل، هنا اشهر حاجه ابل، هي مستخدمه اللون الجراي عشان ده بيديها احساس بالكالم، بالهدوء، بالثبات، بالاستابيليتي، بالكذا. هنا مثلا اشهر حاجه، مش عارفه هتلاقوا فيها حاجه مشهوره ولا لا، الازرق اشهر حاجه في الحاجات بتاعت التك، اتش بي ودل وكذا، هتلاقوهم بيستخدموا الازرق عشان يبينوا لك ان هو قوي وفي نفس الوقت عنده نوع من انواع يعني التكنولوجي بقى والكده. المهم يعني انه استخدام او اختيار لون اللوجو لازم يبقى مبني على اساس وريليتد بالموضوع اللي انا بعمله. هتلاقوا مثلا الاحمر بيدور فيه حاجات كتير جدا جدا من اللي احنا بنستخدمها. ليه؟ لون قوي، فيه اكشن، فيه كذا. فمن اول اختيارنا للوجو وللالوان انا محتاج ابقى مركز في استخدام الالوان. طيب، عندي نوعين من الالوان: الوان ساخنه دافئه، والوان كول اللي هي بارده او هي بتسمى الوان بارده. طيب الالوان الساخنه، الاحمر، الاورنج، المجموعه اللي موجوده عندي في النص ده، مش عارفه انتوا شايفين الماوس ولا لا؟ ايوه شايفينه. شايفين يا دكتور. المجموعه دي كده هي الالوان الساخنه، الالوان اللي بتديني احساس بالطاقه والباور والكذا. في حين ان الالوان البارده هي اللي بتديني احساس بالسكون والهديئه والريلاكس والسلام والكذا، بتبدا من النص الاخضر والازرق ده. طيب انا عايز النهارده المسج بتاعتي توصل فيها طاقه وفيها يلا خد اكشن، اكيد هحط دايما تلاقوا الكول تو اكشن بوتم معمول باللون الاحمر. ليه؟ عشان يحمس الناس ان هي تكليك وتاخد اكشن ويلا اشتري دلوقتي. دايما تلاقي العكس بقى، اي براند هادي، اي مستشفى، اي يعني حاجه عايزه توصل لي احساس السكينه، هتلاقوها دايما داخله في النص التاني ده. انا دلوقتي خلاص قررت ان انا هختار لون معين، بس مش عارف اوصل لدرجات الالوان المناسبه ليا، مش عارف اعمل الميكس في دماغي، خيالي لسه مش ناضج كفايه انه يعمل ميكسنج للالوان بشكل كويس. نعمل ايه؟ بنروح على حاجه اسمها كولر باليت. يعني ايه؟ تعالوا كده نفتح اللينكين دول مع بعض. الكالر باليت هي يعني هتلاقوا فيها تولز كتيره جدا، اشهرهم الاثنين اللي انا حطاهم لكم هنا از لينكس. هي تول بتقترح عليك بعض الالوان اللي انت ينفع تستخدمها، فبتعمل لك الميكسنج بشكل تلقائي. انت هنا على على المجموعه اللي على الشمال دي تقدر تختار الثيم العام اللي انت عايز تشتغل بيه. انا عايز اشتغل بالوان لايت، فهيبدا يجيب لك كل الالوان اللايت ويقول لك ان اللون ده بيمشي مع ده، بيمشي مع ده. حلو. فمن هنا انا مثلا عايز الوان هابي، الوان سعيده، فهيبدا يقترح عليك حاجات ينفع تشتغل مع بعض. طيب احنا بنتعامل في الالوان ازاي؟ شايفين الارقام دي؟ الارقام دي هي الكود بتاع اللون.
هي الرقم اللي انا بجيب بيه اللون. يعني مثلا لو انا رحت لكانفا وعملت بوست جديد وعايز استخدم اللون المعين ده، انا خدت الرقم من هناك كوبي، هاجي اعمله هنا بيست، خلاص بقى اللون موجود عندي. وصلت؟ فاحنا بنستخدم الالوان عموما بالارقام، يعني باخد الرقم ده وببدا اتعامل بيه. طيب، من هنا انا بجيب كولر باليتس جاهزه، سواء من كولر هانت او من السايت التاني ده، وبيبدا يقترح عليا الالوان. طب لو انا عندي لون معين محدد في اللوجو بتاعي وعايزه ابدا اشتغل بناء عليه، بروح على حاجه اسمها كولر ويل. بمعنى ان انا هنا، سوري، ان انا هنا لو لسه ما فيش اي افكار في دماغي ومحتاج بس ان انا ابدا احدد الوان البراند بتاعي، فباجي استوحي افكار من الباليت دي. لكن لو انا عندي بالفعل لون معين وعايزه استخدمه على طول، فبروح على حاجه اسمها كولر ويل. ايه بقى الكولر ويل دي؟ الكولر ويل، فاكرين اللون اللي احنا اخدناه من شويه؟ تعالوا كده نحطه هنا، افتح دي بس. هنعتبر انه ده كده اللون الاساسي، اخدناه كوبي، وده اللي هنشتغل عليه. هاجي اخده هنا واحطه بيست. عمل ايه؟ قال لي اولا انت عندك اكتر من نوع من انواع الويلز اللي ينفع تشتغلي بيها. كل واحده منهم هي وراها علم ما، انا مش هدخل فيه خالص عشان يعني طاقتي النفسيه مش هتستحمل ان انا ادخل في تفاصيل اكتر من كده. بس اللي محتاجه اعرفه ان انا عندي اكتر من ويل اقدر اشتغل عليها. إيه فكره الويل؟ فكره الويل ان انا بدخل له اللون الاساسي، وهو بيبدا يقول لي الالوان المتناسقه اللي تشتغل معي. الالوان دي مره بيجيبها لي بزاويه ثلاثيه، فبيقول لي انه الويل بتاعتك هتشتغل، او الدرجه دي هتشتغل مع الدرجه دي، عشان دي اللي بتقابلها في الويل اللي هي دايره الالوان دي. هنا مثلا اخد الدرجات اللي على نفس اللاين، هنا مثلا اخد الدرجات المكمله من نفس الدرجه الثانيه. يعني بصوا، فيها برضو موضوع وفيها علم ما، بس انا مش محتاجه ادخل في ده. انا محتاج بس اوصل للالوان اللي انا هعرف اشتغل بيها الديزاينز بتاعتي. فهنا هو بيحرك لون اساسي، ومنه بنبدا الالوان الفرعيه اللي هنشتغل بيها. فلما اجي اروح مثلا، نرجع تاني لكانفا برضو. لما اجي اشتغل على كانفا، هقول له هات لي تصميم معين. ادي ايه اللون الاساسي، وجبت الالوان اللي انا هشتغل بيها التانية. هاجي بقى اخد اللون ده احطه في الصورة الاولى، اللون اللي بعده نستخدمه في الصورة اللي بعدها، وهكذا. ففي الاخر هلاقي الديزاين اللي بيطلع لي متناسق. فطلعت الثلاث الوان بشكل متناسق، قدرت اعمل التصميم ايا ما كان بقى الديزاين اللي احنا هنختاره. مش ده موضوعنا دلوقتي، احنا هنا بس بنشوف الميكس بتاع الالوان لما يتحط على بعضه هيبقى عامل ازاي. وصلت الفكره؟ يبقى انا بحط اللون الاساسي اللي في اللوجو عندي، ومنه ببدا اطلع الالوان الفرعيه، فبعمل ايدنتيتي ابدا اشتغل بيها. وصلت الفكره؟